بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أول فريق مارس كرة قدم في مصر كان الفرق الإنجليزية، وكان المصريين شاهد أو متفرج على هذه الفرق وهي تلعب كرة قدم. وعندما قرر محمد زكي باشا وزير المعارف دخول كرة القدم المناهج الدراسية، بدأت تنتشر في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة ممارسة كرة القدم. وكان عام 1890 حدث تاريخي وهام، تم تكوين أول فريق مصري من الأحياء الشعبية بقيادة محمد أفندي ناشد، ولعب باسم مصر ضد الجيش الإنجليزي، وكان يضم وقتها أحمد رفعت وأخوان جبريل ومحمد خيري. وأسس محمد أفندي فريق أطلق عليه التيم المصري لمجابهة الفرق الإنجليزية، وقام بدعوة فريق الأورانس الإنجليزي في العباسية، وكان وقتها هو أقوى فريق كرة قدم، وكان الملعب ميدان الرماية بالقلعة. أحرز هدفين، فاز الفريق المصري بهدفين، وأحرز هدفي المباراة محمد أفندي الذي كان لاعب وكابتن ومدرب، وأحمد رفعت، وكان يحكم هذه المباراة حكم إنجليزي وهو موظف في السكة الحديد. وتعتبر هذه المباراة هي أول مباراة لمنتخب مصر كمباراة قومية، وكانت أول مسابقة أقيمت في مصر قدمتها جريدة اسمها الإمبرزابالي، وقدمت كأس البطل المسابقة اشترك فيها الجاليات الأجنبية، واستمرت موسم واحد، وفاز بها نادي الهوكي ببولاق وهو السكة الحديد سنة 1908. وكانت هناك مسابقة 1913 للجاليات الأجنبية بالقاهرة وبعض أندية من الإسكندرية، وتمردت الفرق المصرية وقامت بتنظيم مسابقة رسمية تحت رعاية أحمد حشمت باشا وزير المعارف وقتها. وفي عام 1916 تجمع بعض العناصر من المصريين وبعض اللاعبين الأكفاء ولعبوا باسم مصر ضد منتخب القوات البريطانية بملعب نادي المختلط في 5